السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة هند كروشيه. النهارده هنتعلم ايد الشنطة دي. مريحة جدا على الكتف وسهلة وسريعة وممكن تتعمل بأي نوع خيط. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. هنحتاج جنشين او حلقتين على حسب عايزين تعملوها في ايه، وخيط الكليم او اي نوع خيط، ممكن مكرمية او سلسلة او قطان. وهحتاج نوعين من ابرة صغيرة علشان الحلقة او الجنش، والابرة رقم 7 علشان الخيط. في الاول هخلي طرف الخيط ناحيتي وهدخل جوه الحلقة او الجنش وهسحب الخيط بالابرة الصغيرة، وبعدين هاخد طرف الخيط واحطه على الخيط الطويل بحيث ان شكل الحلقة يبقى عامل كده. بعد كده هبدأ اشتغل بالابرة رقم 7، هي مناسبة لسمك الخيط، وهبدأ اعمل عدد سلاسل للطول اللي احنا حابينه. يعني مثلا لو هعمل طول علشان استخدم الشنطة ككروس، فهبدأ اعمل عدد سلاسل وهقيس على الطول اللي انا محتاجاه. لو فرضا 1.25 متر، مش بنعمل بعدد السلاسل، او بقيس عليا بحيث ان انا اشوف طول الشنطة المناسب ليا. بعد ما وصلت للطول المطلوب هدخل الجنش جوه الحلقة، وبعدين هسحب الخيط كده. عملت سلسلة وكمان ثبت الجنش. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل على الحلقات الخلفية بتاعة السلسلة. هفوت اول واحدة اللي هي جواها الجنش، وهدخل في اللي بعدها هسحب الخيط وهطوله كأني بعمل غرزة حشو، بس هيبقى الخيط طويل شوية. وبعدين هدخل في الحلقة دي وفي الحلقة اللي بعدها للسلسلة اللي بعدها، وبعدين هطول برضو الخيط كده. بقى معايا 3 حلقات على الإبرة هطلع منهم كلهم. نفس الكلام هنكرر. هدخل في الحلقة الأخيرة دي وبعدين الحلقة الخلفية بتاعة السلسلة، والف الخيط على الإبرة واطلع من ال3 حلقات. تبقى شكلها كده، لسه هتبان اكتر لما نكمل. الحلقة الأخيرة دي هندخل فيها وهدخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطوله واطلع من ال3 حلقات. جميلة جدا وكمان مرنة. طبعا كل ما الخيط يكون مرن كل ما هيكون جمالها احسن، وكل ما يكون سميك كل ما هيكون باين شكل الغرزة افضل. هكمل بنفس الطريقة وهنشوف ازاي نقفل الايد.
هنا وصلنا للغرزة الأخيرة لازم نعملها، اللي هي جوه الجنش دي. ندخل برضو في آخر حلقة وبعدين ندخل في الحلقة اللي جواها الجنش، وهنسحب الخيط ونطوله برضو. نطلع من كل الحلقات كده. احنا خلصنا. علشان اقفل النهاية لازم اقص الخيط، وهسحبه كله. وبعدين ده الخيط اللي احنا قصيناه، وده خيط البداية خالص. هندخل في الحلقتين اللي بالعرض دول من فوق تحت الحلقتين، وبعدين هندخل الخيط ده جوه الجنش وهنسحبه بالإبرة الناحية التانية، والحلقة اللي طالع منها الخيط هندخل جواها بالإبرة، وبعدين هنعدي الخيط جوه الجنش ونسحبه من الحلقة دي. كده احنا قفلناها بطريقة مش باينة وشكلها حلو جدا. الخيطين دول بقى هنبدأ نعديهم من تحت الحلقة دي، ونربطهم. وهنبدأ نخفيهم في ظهر السلاسل دي. شكلها مميز وسهلة وسريعة وكمان مريحة جدا على الكتف، ومش بتاخد خيط كتير. يعني مثلا لما عملت طول 1.10 سنتي خدتش اكتر من 50 جرام من الخيط. قولولي رأيكم، لو محتاجين اي استفسار اكتبولي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.